السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة فايزة الجزائرية. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، والفيديو تاعي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اذا خياتي اليوم كما راكم تشوفوا راح ندير وصفة الميني كسرة، ولتحقيق هذه الوصفة نحتاج في لائحة المقادير سميد رطب، نحتاج الى الفرينة كأس صغير من الزيت، نحتاج كيس من الخميرة الكيميائية، ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة ملح، ونحتاج كذلك المارغرين، وبطبيعة الحال الماء باش نلمو العجينة ديالنا. تفضلوا معايا خياتي في طريقة تحضير وصفة الميني كسرة لنهار اليوم. الان خياتي اول خطوة نسبق بها نجيب الاناء اللي راح ندير فيه العجينة تاعي تاع الكسرة يا البنات. اذا بسم الله نحكم هكذا ان بول تاع سميد رطب، راح ندير كمية تاع سميد رطب اكثر من الفرينة. فوالا اذا ندير ان بول تاع سميد رطب فوالا كيما راكم تشوفوا. بعد ما غربلناه بطبيعة الحال ندير ان بول صغير تاع فرينة، غربلتها اكيد كيما راكم تشوفوا، ومباشرة مع الفرينة راح ندير الكيس تاع الخميرة الكيميائية بهذه الطريقة. نضيف معها مباشرة يا البنات ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح تكون معمرة مليح، وكذلك ملعقة صغيرة معمرة مليح خميرة الخبز بهذه الطريقة. نضيف كذلك خياتي اذا نخلط قبل المقادير الجافة، هذه المواد الجافة نخلطها كامل وندمجها مع بعض هكذا بهذه الطريقة. نخلط مليح، نضيف الزيت كأس صغير تاع القهوة زيت كما راكم تشوفوا معايا، ونخلط مليح، وندوب كذلك المارغرين ديالي. ندير حوالي ملعقتين كبار تاع المارغرين. اذا هاد الكسريه البنات نقدروا نعطوها اذا كوتي لولادنا، وكذلك للقهوه الدراري نديروا لهم فيها فخوماج وياكلوها ولا يدوها للمسيد، ولا نشربوا بها قهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه. كما راكم تشوفوا نبسس مليح العجينه ديالي كما راكم تلاحظوا. ولين حبيباتي كما قلت لكم نضيف حوالي ملعقتين كبار من الزبده او المارغرين، شي اللي متوفر عندكم. انا اليوم درت لا مارغرين، ديرها بهذه الطريقه حتى تولي كريميه، تقدروا تذوبوها. الان انا راح ندخلها تدريجيا في الخليط ديالي، نبسسها بهذه الطريقه لانها ما راهيش يابسه فريمون. كما راكم تشوفون نحاول ندخلها تدريجيا بهذه الطريقه، ونلم العجينه تاعي بالماء الدافئ. ندير الماء الدافئ يا البنات خاطرش عندي الخميره تاع الخبز باش تتفاعل مع الماء الدافئ والسكر. الا ما درتوش الخميره تاع الخبز تقدروا ديروا الماء العادي يعني ماء بارد. بهذه الطريقه ندمجها هكذا، نخلط مليح. الا كانت المارغرين تاعكم يعني يابسه نقدروا نذوبوها. نخلط هكذا حبيباتي. بعد ما دمجت كامل هذوك المقادير وبسست مليح يعني العجينه تاعي الفرينه والسميد والمقادير الجافه كما شفتوني، وضفت هذيك الزيت والمارغرين. انا راح ندير الماء تدريجيا بسم الله، ندير غير بشويه الماء هكذا. نحاول نشكل عجينه متماسكه بهذه الطريقه، ما نديرش الماء ضربه واحده باش ما تغلبنيش بهذا الشكل. حبيباتي كيما راكم تشوفوا بعد ما لميت العجينه تاعي وعجنتها شويه، اذا راني قسمتها درت دو بول هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا البنات. راح نخليها ترتاح شويه ونبسطها، من بعد نبدا نشكل الميني كسره ديالي.
ولا خياتي كيما راكم تشوفوا، اذا بعد ما شكلت بلون بورتو بياس تاعي الميني كسره تاعي كيما راكم تشوفوا يا البنات، صقمتها بالحلال، يعني كي تشوفوهم خشان شويه تقدروا تصقموهم بالحلال يا البنات. راح نخليهم يرتاحوا للمره الثانيه، من بعد في نفس الوقت يا البنات راح نسخن الطاجين ديالي ونطيبهم. وفي الاخير حبيباتي لحقنا الى نهايه الفيديو تاعنا لنهار اليوم، اللي كانت هي عباره عن وصفه الميني كسره يا البنات. كما قلت لكم تقدروا تمدوها لمجه لولادكم بالفرماج كما راكم تشوفوا هنايا، كما انكم تقدروا تشربوا بها يعني القهوه تاع العصر ولا القهوه تاع الصباح، تجي خفيفه يا البنات وتجي كاطو حبيباتي، وجات فريمون تشهي. الى عجبتكم هذه الوصفه ما عليكم غير ديروا نجم وتشتركوا في القناه تاعنا لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله، الى فيديو مقبل بحول الله. سلام.